إن شاء الله طيبين بخير. جمعة مباركة على الجميع. في طريقنا في شارع فلسطين للمسلخ. طبختنا اليوم رز كابلي، إن شاء الله تعجب. هذا المسلخ النموذجي حق الأمانة، ما شاء الله شيء مرة نظيف ومرتب عن المسلخ القديم. يذبحها والساعة 12 خلاص تمام. الله يعافيكم. اجيب لكم وهذا. الله يرضى عليكم. طيب صلى على النبي عشان اعطيتك هذه السهل ب 1100 روح اديها. لا 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 1100 950. قول بسم الله. ما فيها خرج. خلاص عمرو تبغى شيء طيب خلينا نشوف قدامك المسلخ هناك دكتور قدامك. بشويش عليه ها؟ لا تخبطه تضربه ولا حاجة. هذه الطريقة توريكم الختم اللي على الخروف إذا هو مستورد ولا محلي، سواء بقر أو ضان أو غنم أو جمل. طبعا زي ما شايفين الطاولة هذه بيكون فيها الخروف، هذا الخروف حقنا. للأسف الخرفان كلها بتندبح قدام بعض ورا بعض وبيشوفوا بعض وكل حاجة. هذه ليك عيدو خدم الرجال يديله 15 ريال في يده، يقول له بتفصيل حضرمي وحيظبطك. نلاحظ التفصيل الحضرمي ما استخدم الماكينة حقت القطع اللحم ابدا، كلها باليد. لكل اللي بيسأل عن التفصيل الحضرمي وايش طريقته وايش ميزته وايش الفرق بينه وبين تفصيل الثلاجة، اسيبكم صاحب عبد الحكيم بقبص يشرح لكم. التفصيل الحضرمي موجود في فيديو منفصل، افتحوا ديسكريبشن بوكس، اضغطوا على اللينك يوديكم على الفيديو. حكيم بقبص يعطيك الف عافية على التوضيح. قبل نبدأ في الطبخ نبدأ نجهز الحاجات، بطاطس، الطماطم والبصل. ثم تجهيز العدة. هذا الموقد، هذا قدر الضغط 135 ملي يشيل لحد 135 لتر يشيل لحد الذبيحتين، وهذا القدر. هذه هي التفصيل الحضرمي، جاري دحين تغسيلها، تغسل اللحمة مع شوية خل عشان تروح الزفارة. هذه الموية اتغلت شايفين، دحين نقفل النار، كوب الموية نبدأ نسلق اللحمة. بسم الله. نبدأ ننزل شقف اللحمة عشان نسلقها ونحط عليها بهارات السلق. طيب نبدأ نرمي شوية بهارات. هذا شوية بصل أحمر، بعدين قرفة. طيب اللي رميته أول كان قرنفل، شوية هيل، شوية قرفة، وآخر حاجة ورق غار. آخر حاجة طبعا ما حقول آخر حاجة، كل شوية هنزود ملح وفلفل أسود حبات. علينا النار على الآخر. أول ما تبدأ تغلي الموية حنقفل القدر ونغطيه على نار واطية لمدة نص ساعة 45 دقيقة. بدأت الموية تغلي، شايفين الريم طلع، حنبدأ نشيل الريم وبعدها حنقفل الغطا ونسيبها نص ساعة لساعة إلا ربع. كده قفلنا القدر. دحين هنا نغلق أحكامه، منها أجيب الكلمة بالعامية ونرجع له بعد 45 دقيقة. حنفك هذه الخلطة حقتنا: 2 كيلو عصير طماطم، 10 علب صلصة، نص فنجان شاهي موية ورد، وبهارات كابلي خلطة سرية. شلنا القدر مع النار شوية كده حنفكه. الحين نحط القدر الثاني عشان نبدأ نكشن البصل. حطينا شوية بهارات نحمرها عشان تدينا أحسن طعم، وبعدين نضيف بعدها البصل. هذا البصل نزلناه. رمينا البطاطس مع البصل
نص ساعة كده نكشنها بنرمي الصلصة. هذا يترضى، خليك شوفوا. هذه ما شاء الله اللحمة بعد ما طلعت بقدر الضغط ما شاء الله مستوية وريحة المرق يا سلام. استوى البطاطس، نعرف نغرز سكينة في البطاطس ونشوف. نحن نضيف الخلطة حقت الطماطم. طيب نحن نبدأ ننزل شيء في اللحم على الصنطة. اعتذر في كم سنابة طارت من هنا. اللي صار انه احنا بعد ما ضفنا اللحمة على خلطة عشان تتسبك، سبكناها لمدة نص ساعة. بعد كده شلنا اللحم في تبس منفصل وضفنا الرز كان عندنا 10 كيلو رز الشعلان. شلنا حطينا نقعناه في موية لمدة ساعة. 3/4 الكمية حطيناها جوة القدر، وربع الكمية طبخناها لوحدة منفصلة رز أبيض، وضفنا عليه بعد ما استوى شوية موية زعفران. بعد ما استوى الرز ضفنا عليه قشرة برتقال، ضفنا فوقها قطع اللحم تاني مرة. كده حنرش برتقال بشور. استوى الرز، حطينا اللحمة تاني مرة ردينا فوق الرز، حنسيب على نار واطية 10 دقائق ربع ساعة، نرجع نغرف. بسم الله ما شاء الله الريحة رهيبة. دحين نغرف ونوري. Remember, food makes memories and never trust a skinny chef.